بشرك وبرسرك هلينا توبر دلالي روديو يتزيرينا وانا بشرك وبرسرك هلينا توبر دلالي جانيرو يتزيرينا. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. بخلاطي تخبر شكل ولبته قبينا صور قرمزي واكسب بخلاطي تخبر شكل ولبته قبينا. هري والهري غريب جانس خورتك يكون ديما الزفين دارم باورك وزن خويني ما ازنا غريب مكبر خورتك يكون ديما الزفين دارم باورك وزن خويني ما شافن كورمي جدا به فينا برينم قلك كورم تبس بكاوينا شافن كورمي جدا به فينا برينم قلك كورم تورد كاوينا وانا بشيرك وبرسرك هيلينا قدر دلالي جانير وتزيرينا وانا بشيرك وبرسرك هيلينا قدر دلالي جانير وتزيرينا صور قرمزي واكسب خلاتي الخبر شكل ولبته قبينا. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. واكسب خلاتي الخبر شكل ولبته قبينا. صلب تشرين ياري دل دكان أنا ماك كباري رولي من بنا صلب تشرين ياري دل دكان أنا در ماك كباري زريام شاب غزال توي بكاتاري بنا نوال بس بجرينا زريام شاب غزال توي بكاتاري شاهي من قنا نوالت بسم بقرينا وانا بشيرك وبرسروك هيلينا دوبر دلالي جانير وتزيرينا وانا بشيرك وبرسروك هيلينا دوبر دلالي جانير وتزيرينا صور قرمزي واكسب خلاتي تخبر شكل ولبته قبينا صور قرمزي واكسب خلاتي. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام بحلقات جديدة من برنامجكم الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. معي أنا من وراء المايك شيف حسن إعدادا وتقديما. عم تسمعونا عبر الموجة 103.5 من قامشلو وريفها، وعبر البث المباشر لصفحتنا على موقع الفيسبوك بوير عربي عم بترافقونا مشاهدة
وخلال شهر أكتوبر شهر التوعية لأحد أخطر الأمراض التي تصيب النساء مرض سرطان الثدي، خصصنا هالحلقة لنتناول سرطان الثدي ولنتحدث عن هذا المرض. معي بالاستوديو العاملة في المجال الطبي السيدة نجاح نايف رمو. يسعد صباحك. يسعد صباحك ويسعد صباح المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بداية أنسي نجاح ومستمعينا الكرام نستمع سوا لمقدمة البرنامج التعريفية يلي أعددناها حول موضوع حلقتنا، وبنرجع لنبدأ حوارنا. تفضل. سرطان الثدي بريست كانسر. سرطان الثدي هو مرض تنمو فيه خلايا الثدي غير الطبيعية بشكل خارج عن السيطرة، مما تؤدي لتشكل أورام، ويمكن للأورام إذ ما تركت دون علاج أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم وتصبح قاتلة. ويسمى مدى اختلاف خلايا السرطان في الشكل عن الخلايا الطبيعية باسم درجة السرطان. ويصنف سرطان الثدي ب3 درجات، حيث أن الدرجة الثالثة من السرطان هي الأكثر اختلافا في الشكل والأكثر شدة. ومن أعراض سرطان الثدي كتلة أو سماكة في الثدي دون ألم في كثير من الأحيان، تغير في حجم الثدي أو شكله أو مظهره، تبدلات في الجلد، ترصع أو احمرار أو انطباع أو أي تبدل آخر، تغير في مظهر الحلمة أو في الجلد المحيط بالحلمة، الهالة، وسائل غير طبيعي أو دموي من الحلمة. ورغم أن معظم كتل الثدي ليست سرطانية بحسب الأطباء، إلا أنه ينبغي للأشخاص الذين يعانون من كتلة غير طبيعية في الثدي تماس الرعاية الطبية حتى وإن كانت الكتلة لا تسبب ألما. هذا وبحسب منظمة الصحة العالمية، ففي عام 2022 شخصت إصابة ما يقارب 2.3 مليون امرأة بسرطان الثدي، وسجل 670 حالة وفاة بسببه في العالم. أما محليا في شمال شرق سوريا وتحديدا منطقة الجزيرة تم تأكيد ما يقارب 40 حالة إصابة في عام 2023 بحسب منظمة الهلال الأحمر الكردي. إلى ذلك تشير الصحة العالمية أن هذا المرض يحدث بعد سن البلوغ لدى النساء، وتكون بمعدلات متزايدة في المراحل المتأخرة من الحياة. تقول التقديرات الطبية أن نسبة الإصابة عند النساء أكثر من الرجال، حيث تشكل 99% عند الإناث مقاربة ب1 لدى الذكور. هذا ويجمع علاج سرطان الثدي ما بين الجراحة والعلاج الإشعاعي والأدوية، ومعتمدا العلاج على الشخص ونوع السرطان ودرجة انتشاره. من جديد يسعد صباحكم مستمعينا الكرام وصباحك أنسي نجاح. خلينا بداية أنسي نجاح لو نسلط الضوء على هذا المرض كتعريف. ما هو سرطان الثدي؟ سرطان الثدي هو عبارة عن تكاثر أو انقسام خلايا غير طبيعي في أنسجة الثدي، يصيب النساء والرجال معا، لكنه أكثر شيوعا بين النساء. عند النساء أكثر شيوعا. ويعد سرطان الثدي من الأمراض الخطيرة، يعد سرطان الثدي من الأمراض الخطيرة، وله عدة أنواع. سرطان قنوي وسرطان الغدة اللبنية، ممكن أن ينتشر إلى الأنسجة المحيطة بالثدي، وعبرها تنتشر إلى أجزاء من الجسم مثل الرئتين، مثل الثدي الداخلية، تحت الترقوة، مثل العظام. السرطان إذا وصل لدرجات عالية ممكن أنه تنتشر خارج الثدي، خارج الثدي والأنسجة المحيطة به، الأنسجة المحيطة أو أعضاء أخرى. تناولتي أنواع السرطان وفقا لمكان الإصابة من أجزاء الثدي اللي هي القنوات الناقلة للحليب، الفصوص الثديية، وأيضا النسيج الضام. طبعا وفقا لمكان إصابة السرطان تتنوع أنواع سرطان الثدي لدى النساء. هناك أعراض شائعة لسرطان الثدي أنسي نجاح
لو نشير لتلك الأعراض، ما هي تلك الأعراض؟ هناك أعراض سرطان الثدي. تبدأ أولا وجود كتلة، في غالب الأحيان في وجود كتلة غير مؤلمة في الثدي. غالبا تكون غير مؤلمة. غالبا تكون غير مؤلمة في الثدي. بروز كتلة في الثدي. بروز كتلة في الثدي. نعم. تغيرات في حجم أو شكل الثدي. هي أحد الأعراض. هي أحد الأعراض. تبدلات خروج سائل دموي أو مصلي أو شفاف من الحلمة. نعم. احمرار أو تقشر الجلد أو تجاعيدية أو انسنائي، أو يأخذ لون مثلا لون شكل مظهر البرتقال. هذا من أهم الأعراض، أيضا من أهم الأعراض. وتضخم العقد الليمفاوية وخاصة تحت الإبطين. إذا كان في أي عرض من هاي الأعراض فكتير مهم إنه الشخص مراجعة الطبيب فورا. مراجعة الطبيب والتصوير فورا. الإشعاعي فورا. أي عرض من هذه الأعراض مراجعة الطبيب فورا. نعم. هناك عوامل خطورة لكل مرض أنسة نجاح. لو نسلط الضوء على عوامل الخطورة لمرض سرطان الثدي وخاصة لدى النساء، ما هي عوامل الخطورة؟ عوامل الخطورة أولا تبدأ بالسن. نجي على البند الأول، السن يعتبر يعتبر إصابة المرأة بسرطان الثدي كلما ازدادت بالعمر وخاصة عمر ال40 ترتفع نسبة الإصابة مع ازدياد العمر لدى السيدات. نعم بالضبط، بالتزامن مع العمر وخاصة فوق العمر ال40. إذا أحد عوامل الخطورة هو مسألة العمر. كل ما ازدادت السيدة في العمر يجب أن تسأل على صحتها بشكل أكبر. ما هي العوامل الأخرى؟ ما هي العوامل الأخرى؟ التاريخ المرضي بالعائلة وخاصة عند وجود سوابق مرضية. يعني إذا كان في قصة وراثية أو قصة مرضية في العائلة، مثلا أصيبت الأم أو البنت أو الأخت في العائلة، بهالحالة لازم المرأة أنه تراجع الطبيب كل سنة على الأقل لإجراء الفحوصات الدورية. إذن العامل الثاني اللي ممكن يكون أحد المؤشرات، هذا المؤشرات وهن اللي نحن عم نحكي عنهم عوامل الخطورة، مسألة القصة الوراثية أو عامل وراثي، إنه يكون في حدا من العائلة مصاب سابقا بسرطان الثدي. هون يجدر بالأفراد الآخرين. وهنا نقول ليس بالضرورة أنه إذا كان في حدا بالعائلة مصاب أنه شخص الآخر يعني أيضا يمكن يعني يصاب، ولكن نقول فقط درءا للخطر أنه كمان الأشخاص اللي عندهم قصص إصابة بالسرطان ضمن العائلات أنه هن يسألوا عن أنفسهم وأنفسهن، لأنه هي أحد العوامل الخطورة. وهنا نشير أيضا نقطة مهمة، إنه عوامل الخطورة ما المقصود بها؟ عوامل الخطورة يعني مثل ما بتعرفي حضرتك عن نجاح، هي العامل الذي يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة أو تطور مرض ما أو جرح ما. طبعا. فهي لذلك تسمى بعوامل الخطورة. نتابع العوامل. ذكرتي السن، ذكرتي العامل الوراثي. ما هي العوامل الأخرى؟ العوامل الأخرى استعمال موانع الحمل لفترات طويلة. إذن هون نتحدث عن عامل موانع الحمل، العامل الهرموني لفترات طويلة. عدم الرضاعة الطبيعية هي أيضا غير سليمة، يعني غير سليمة. عدم الرضاعة الطبيعي. استمرار الدورة الشهرية عند النساء بعد العمر 50. استمرار الدورة التدخين. التدخين أحد العوامل. التدخين أحد. نزول الدورة الشهرية عند الفتيات من عمر 12. البلوغ المبكر. أي البلوغ المبكر. هذا. والعادات الغذائية الغير الصحية. التدخين. الداء السكري. وجود أورام أخرى. كلها مؤشرة بسرطان الثدي. هي مؤشرات تشير لأهمية الواحد يهتم بصحته ويتابع وضعه الصحي. عندنا استطلاع سيدي نجاح، أرجوه زملائنا فريق راديو بوير مع عدد من الناس سألوهم حول موضوع حلقتنا. نستمع للآراء وبنرجع لنتابع الحوار. تفضل. سرطان الثدي مرض تنمو فيه خلايا الثدي غير طبيعية بشكل خارج عن السيطرة وتشكل أوراما، ويمكن لهذه الأورام إذا تركت دون علاج أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم وتصبح قاتلة. هذول خلايا سرطان الثدي تتشكل داخل قنوات الحليب، قنوات اللي بتصنع أو تمر في الحليب. هلا كيف يمكن يعني للنساء أنه تفحص ذاتها مثلا شخصي دون الرجوع إلى الطبيب؟ يعني بشكل عام يوصي خبراء النساء
بضرورة إجراء فحص الثدي الذاتي مرة كل شهر. يعني مثلا ملاحظة وتحسس أي تغيرات قد تطرأ على الثدي، مثلا حيث يعتبر جزء ضروري طبعا هذا الشيء وأساسي من الفحوصات الدورية للثدي، لحتى نكتشف أي تغيرات مو طبيعية بالجسم. هلا يعد سرطان الثدي من أكثر الأنواع السرطانات شيوعا لدى النساء. ببلش موضعيا بعدين يصبح كوباء ينتشر بكل الجسم، ببلش تدريجيا ينتشر من العقد اللمفاوية الإبطية ليتحول لمحتل للجسم وبيصعب علاجه بهذيك الوقت. هلا ما في أسباب معينة للمرض، في كتير أسباب فينا نذكر منها مثلا وجود وراثة، يعني تاريخ عائلي للإصابة بهالمرض. كمان في نساء ما عم ترضع أطفالها، كمان زيادة بالوزن، الزواج بسن مبكر، أو كمان فينا نقول تقدم بالعمر هو أكثر الأسباب شيوعا، الحمل فوق سن 30. هلا ما في أعراض معينة للمرض إنه تكشفوا إنه أنت مصابة أو لا، بس مثلا في مثلا يتغير شكل الثدي، تكتل أو نمو أو انخفاض بالثدي. طبعا سرطان الثدي ليس حكر على النساء فقط، ممكن أن يصاب به الرجال أيضا. إذا وجدتي كتلة أو تغيير في ثدييك مباشرة حاولي تحددي موعد مع الطبيب، ودائما حاولي أنه يكون في فحص دوري لهذا الموضوع كونه منتشر وبكثرة في مناطقنا. طبعا سرطان الثدي هو نوع من أنواع السرطان بيبدأ على هيئة نمو للخلايا بنسيج الثدي، وبيعد السرطان أو أكثر أنواع السرطان انتشارا بعد سرطان الجلد. لسرطان الثدي أعراض شائعة بتقدري تعرفي عن طريقة إنك أو تشكي إنك مصابة بهذا المرض لا سمح الله. مثلا وجود كتلة أو منطقة جلد متثخنة في الثدي تختلف عن الأنسجة المحيطة، تفلطح الحلمة أو انقلابها إلى الداخل، تغيرات بلون جلد الثدي. بالنسبة إلى ذوات البشرة البيضاء بيبين لون جلد الثدي نوعا ما وردي أو أحمر، وبالنسبة لذوات البشرة السمراء أو الداكنة نوعا ما بيكون لون جلد الثدي داكن أكثر من باقي مساحة الجلد الأخرى بالصدر. بالنسبة لمرض سرطان الثدي، طبعا هذا المرض بتنمو فيه خلايا الثدي غير طبيعية، غير الشكل الطبيعي، بشكل خارج عن السيطرة. طبعا هالتغيرات بتشكل أوراما، وهالأورام إذا تركت دون علاج يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم وتصبح قاتلة. تبدأ خلايا السرطان بالتشكل طبعا داخل قنوات الحليب. نقي حالنا من هذا المرض أو نكتشفه بشكل أسرع. طبعا ضرورة لازم نعمل فحص ثدي ذاتي كل شهر مرة. سرطان الثدي مرض تنمو فيه خلايا الثدي غير الطبيعية بشكل خارج عن السيطرة، تشكل أوراما. طبعا يمكن هاي الأورام إذا تركت دون علاج تنتشر في جميع أنحاء الجسم وتصبح قاتلة أيضا. تبدأ خلايا سرطان الثدي داخل قنوات الحليب. الأعراض الشائعة لأمراض سرطان الثدي هي ظهور كتلة أو عقدة صلبة غير مؤلمة في الثدي أو تحت الإبط، انتفاخ وتورم الثدي، خروج إفرازات من الثدي، تغيير في حجم وشكل الثدي أو تجعد في الجلد، انعكاس حلمة الثدي، حكة أو تقرحات قشرية أو طفح جلدي حول الثدي. نادرا ما يكون هناك شعور بالألم. الفحص اليدوي بالبيت بيصير انه الوحدة توقف قدام المراية وتطلع على شكل صدرها، تشوف اذا في تغيرات، تشوف وضع الحلمات اذا يعني بشكل طبيعي او فيهم اي تغيير. وكمان بتحط ايدها ورا راسها، ترفع ايدها لورا راسها وتتلمس الثدي اذا تشوف كتل او هيك شي. هذا بيسموه يعني مثل الفحص المبكر يعني. من جديد يسعد صباحكم مستمعينا الكرام. أنسي نجاح تناولنا الاستطلاع أو استمعنا للاستطلاع، كيف وجدت الآراء؟ الآراء كتير عالية، نسبة
الأعراض اللي كانوا يحكوا عنها، نسبة الأعراض والأنواع اللي كانوا كتير عالية. المعلومات عندهم كان كتير قيمة وكتير عالية، لهم فكرة. هذا الشيء بيأشر أنه في توعية في توعية عن سرطان الثدي. نعم. إيه؟ من الأصوات تناولوا مسألة الفحص الذاتي. خلينا نتوقف عند هذه النقطة عن نجاح، وهي نقطة مهمة. هل يمكن للفتيات والنساء القيام بالفحص الذاتي بأنفسهن؟ نعم، هو الفحص الذاتي يبدأ من خلال المرأة نفسها بنفسها. ما هي طرق الفحص؟ طرق الفحص أولا نجي على طرق الفحص. أولا الوقوف أمام المرآة. نعم. الوقوف والتحقق من شكل الثدي. نعم. كيف يتم التحقق؟ لو نأشر الكاميرا من خلال اليد، يعني إذا كان بالإمكان. طريقة اللمس، يعني طريقة اللمس نرفع اليد اليسرى بمستوى الرأس. نعم. نرفع اليد اليسرى بمستوى الرأس ونأتي باليد اليمنى على الفحص الثدي. نعم. على الفحص الثدي، على الفحص النفدة براحة اليد أو بالأصابع، ليس بالنقر. ليس بالنقر، براحة اليد. براحة اليد. نعم. نضغط ونفحص الثدي ونفحص الحلمة ونمتد إلى تحت الأبطين، كل أجزاء الثدي إلى نوصل تحت الأبطين. وتحت الأبطين. نعم. هذه هي وضعية الاستلقاء. نضغط بضغطة خفيفة على الثدي، على الثدي باستخدام اليدين أيضا. وفحص الحلمة، نبدأ بفحص الحلمة من السبابة والإبهام. ضغطة خفيفة. أيوة، ضغطة خفيفة إنه في هناك إفراز دموي أو مصلي، التأكد من عدم وجود إفرازات دموية. نعم. هل الفحص لازم كل شهر تقوم بهم الفتيات؟ الفحص الدوري لازم يكون كل شهر بعد الدورة الشهرية، عادة يبدأ من يوم السادس والسابع، والأفضل يكون من اليوم السابع حتى اليوم العاشر. هناك يزول الألم، يزول التورم، يزول الاحتقان المزدي، وأيضا يخف هرمون الاستروجين. نعم. مشان هيك نطلب من كل النساء والفتيات أو الصبيات فحص الذاتي بعد الدورة الشهرية بيومين 3. ما أهمية الكشف المبكر سيدي نجاح؟ الكشف المبكر عن المرض. هنا نتحدث عن الكشف المبكر، ليس بالضرورة ظهور أعراض. التوجه للمراكز المختصة بالتصوير الإشعاعي للأورام. ما أهمية هذا الكشف المبكر بشكل عام؟ بشكل عام كلما تم اكتشاف المرض مبكرا وعلاجه مبكرا كلما كان الشفاء التام، نسبة الشفاء التام أكثر. وكلما تأخرنا في كشف سرطان الثدي أو في العلاج تفشى المرض في الجسم وانتشر في جميع أنحاء الجسم. ولهذا الكثير من الحملات التوعوية بتستهدف مسألة أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لأنه مرض السرطان للأسف في بداياته سرطان الثدي لا تكون الأعراض واضحة ولا تكون الأعراض بادية. هنا تكمن أهمية الكشف المبكر، وخاصة الكشف من خلال التوجه للمراكز الخاصة بالتصوير الإشعاعي لتصوير الثدي. من خلال هذا التصوير يمكن من خلال التصوير الوصول لتلك الخلايا المادية الموجودة تحت الجلد، واللي الشخص ممكن ما يكون منتبه أنه في خلايا سرطانية تحت الجلد. من خلال الكشف المبكر رح نتأكد أنه ما في سرطان، وإذا لا سمح الله في خلية واحدة سرطانية تحت الجلد هون رح نقدر نعالج أنفسنا لنسبة تصل ل 98% وفقا للأطباء. فكتير مهم مسألة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وكما أشرتي سيدة نجاح أنه كلما أبكرنا بالتأكد من صحتنا كلما كان درجة السرطان أقل، كلما كان نسبة العلاج أكبر. هل يمكن الوقاية من سرطان الثدي سيدة نجاح؟ نعم، يمكن الوقاية من السرطان بطرق عدة. أهم شيء الحفاظ على الوزن الصحي. السمنة هي عامل خطر. هي عامل من علامات عوامل خطورة السمنة. الكشف المبكر. نعم، الكشف المبكر بعمر 30 ل 40 سنة. بعمر 30 ل 40 سنة، وخاصة إذا كان وجود تاريخ مرضي بالعائلة. نعم. طبعا الكشف المبكر راح يكون عن طريق الماموجرام.
ماموجرام. الماموجرام. والكشف الدوري كمان يكون عن طريق الماموجرام بعمر 40 سنة وما فوق، يعني كل سنة أو سنتين نجري هذا التصوير، تصوير الماموجرام. وتصوير ماموجرام لا خوف منه، نسبة الأشعة فيها جدا قليلة. في بعض النساء يعني يتخوفوا إنه يعني والله ما نعمل ماموجرام نتعرض للأشعة بمنطقة الصدر. هالشي غلط. الجيد عندنا بالمنطقة سيدي نجاح ومتابعينا الكرام أنه عندنا مركز الكشف الأورام بالقامشلي، يعني فأي حدا أو أي ست أو أي فتاة بإمكانها التوجه لمركز كشف الأورام أو مركز علاج الأورام، وهو قسم موجود ضمن مشفى السرطان والتلاسيميا والحروق، وهي موجودة عندنا بالقامشلي بالمنطقة الصناعية بجانب الهلال الأحمر الكردي. ونحن هلا خلال شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، كتير مهم نتوجه نطمن على صحتنا، والمركز مفتوح على مدار السنة، فكتير مهم إنه نحن نتابع وضعنا الصحي. نجي الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية التجي على الرضاعة الطبيعية، إنه الرضاعة الطبيعية تحدوا من خطر الإصابة بسرطان الثدي. عدم استعمال موانع الحمل لفترات طويلة. يعني مثلا تجي المريضة تاكل موانع الحمل 10 سنين 15 سنة، هالشي غلط. صحيح. هالشي غلط، انه مثلا تجنبه يكون السرطان ناتج عن مسائل هرمونية. مسائل هرمونية، وتجنب استعمال الهرمونات بعد انقطاع الطمس، المعالجة الهرمونية بعد انقطاع الطمس، ممارسة النشاط البدني على الأقل، الرياضة على الأقل نص ساعة باليوم. مفيد للصحة. مفيد للصحة. وتناول الأغذية والأطعمة الغنية بالخضار والفواكه. كلها عادات صحية فينا نتبعها ونتجنب، سهلة وبسيطة كمان. سنويا هناك إحصائيات تنشر سيدي نجاح من قبل الجهات والمنظمات الصحية حول عدد الإصابات والوفيات بسرطان الثدي. ما دور التوعية في مكافحة مرض سرطان الثدي وخفض نسبة الوفيات برأيك؟ التوعية واليقظة هو أهم عرض من أعراض الكشف المبكر لسرطان الثدي. تساعد التوعية في تقليل الوصمة المرتبطة بالمرض وتشجيع النساء على الفحص المبكر. ومن خلال برامج التوعية يمكن نشر أهم المعلومات حول سرطان الثدي، مما يزيد من معدلات الشفاء التام. والحملات المجتمعية ودعم ومشاركة اللاجئين يمكن أن تكون مصدر إلهام ودعم للآخرين. ما أهمية الدعم النفسي والمساندة برأيك للمصابين والمصابات من مرض سرطان الثدي في رحلة العلاج ويسره برأيك؟ الدعم النفسي له أهمية كبيرة عند مرضى السرطان. يرتاحون نفسيا. الدعم النفسي يقدمون مثلا جلسات ترفيهية، أنشطة، يقدمون الأنشطة، بهالحالة المريضة ترتاح كتير. الشعور بالراحة، تحسين المزاج، هي عوامل بتخفض من نسبة التوتر لدى الشخص، وبحسب الدراسات هي عوامل بتساعد بزيادة المناعة لدى الشخص إذا كان متوتر بتقل المناعة عنده. لهيك كتير بيقولوا الأطباء إنه كتير مهم العامل النفسي والدعم النفسي للأشخاص المصابين، لأنه هذا الشيء بيساعد بزيادة المناعة عنده وفقا للكثير من الدراسات والبحوث الطبية. ما دور المجتمع برأيك في تقديم وتأمين هذا الدعم سيدي نجاح؟ نجي على دور المجتمع. لازم المجتمع يأمن على الأقل بعض الشغلات للمرضانين المصابين بسرطان الدم. منها مثلا مراكز تأمين مراكز دعم المراكز العلاجية. دعم المراكز العلاجية نقدر نعمل مجموعات ونأتي بنساء قد تم شفائهم، الأدوية والجرعات ومشاركة تجاربهم. الدعم المالي للمصابات. الدعم المالي والدعم النفسي والمعنوي، وخاصة انه تكلفة الجرعات باهظة جدا. كل جرعة بحسب نوعية السرطان وبحسب نوعية المرض وبحسب نوعية الجرعات، يعني يقال بأن أقل جرعة تحتاج إلى ما يقارب $250. طبعا. طيب، بختام لقائنا سيدي نجاح، شو النصائح اللي فينا نقدمها بشكل عام للفتيات والسيدات؟
النصائح أهم شيء الكشف المبكر. أهم شيء الكشف المبكر. أهم شيء الكشف المبكر والفحص الذاتي. وعند ظهور أي عرض من هذه الأعراض مراجعة الطبيب فورا. بنرجع وبنقول أنه الكشف المبكر أهميته تكمن في الوصول للخلايا السرطانية إذا كان تحت الجلد والشخص ما بيعرف أنه هو مصاب بالسرطان، لأنه السرطان في بداياته تكون الأعراض غير واضحة وغير بادية، وهون نحن بنرفع نسبة العلاج ل 98%، وهي يعني مثل أي مرض فينا نعالج السرطان إذا تم الكشف بشكل مبكر وإذا تم التشخيص بشكل مناسب. بختام اللقاء إذا حابة تضيفي أي شيء تفضلي سيدي نجاح. يعطيكم العافية وشكرا للمشاهدين. وكمان أكر السيدة أو الصبية لا تتأخري عند وجود أي علامات، لا تتأخري رأسا مراجعة الطبيب. صحيح. كتير شكر لك سيدي نجاح نايف رمو العاملة في المجال الطبي. تحدثنا اليوم عن مرض كتير مهم وهو سرطان الثدي، أحد أكثر الأمراض التي تصيب النساء وتسبب الوفاة. السلامة لكل السيدات والفتيات والشباب، الله يحمي الجميع. وهيك خلصت حلقتنا متابعينا الكرام من برنامجكم الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. معي أنا من وراء المايك إعدادا وتقديما شيف حسن. إلى اللقاء. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا.